تعليمات رئيس الجمهورية واضحة في أوت، حيث خصص ميزانية لأساتذة الإنجليزية على مستوى الوطن، ميزانية ومناصب مالية، وأعطى تعليمات. فإذا تعليمات تضرب أرض الحائط في مؤسسة بن خيرة محمد، حيث أن هذه الأستاذة لم تلتحق 3 أشهر. لماذا؟ السؤال يبقى مطروح. شكون اللي يحمي في هذه؟ هضرنا معاه ما كان والو. إذا هنا تحمل المسؤولية ويناه؟ يبقى السؤال مطروح. هذو الناس راهم ضد برنامج رئيس الجمهورية وراهم يصبطوا في الرئيس. يا خويا انا جيب لي الاستاذه هذه لازم تقال لي 3 اشهر وين راحت؟ وين راحت الاستاذه هذه؟ ما كانش اللي قنعنا والو. المفتش ما قنعنا، ومدير التربيه ما هدر معنا، وزياره الميدانيه رئيس الجمهوريه يقول زياره الميدانيه للمؤسسات التربويه وراها. المدير هذا غايب ما التحقش، هذا مدير التربيه ما جاش ولو دقيقه المؤسسات بن خيرة، خصوصا بن خيرة. لماذا؟ سؤال يبقى مطروح. احنا حابين وليداتنا يقراو. اليوم الامتحان الرقمنه 0 في العالم. وين اللي نحن الامتحان هذا حنايا؟ هذا سؤال يبقى مطروح. وشكون اللي يحمل فيهم؟ هذا الاستاذ على ما تلتحقش. لماذا؟ مدير التربيه على ما يتدخلش، وزير التربيه على ما يتدخلش، رئيس الجمهوريه تعليمات تاعو تضرب بارض الحائط. راكم تشوفوا الاولياء هنا رانا مجمعين امام الباب ابتدائيه بن خيرة محمد، لاننا اليوم رانا في اشكاليه حقيقيه والمتمثله في عدم تمدرس ابنائنا لماده الانجليزيه. يعني اذا شفنا عبر تراب الولايه الجلفه، الابتدائيه الوحيده اللي التلاميذ تاعها محرومين من ماده الانجليزيه هي بن خيرة محمد. احنا كجمعيه اولياء التلاميذ الابتدائي الشهيد بن خيرة محمد، احنا خضينا الاجراء القانوني. احنا منذ يعني بدايه اكتوبر واحنا في اتصال سواء مع المدير تاع الابتدائيه او مفتش المقاطعه في عدم الالتحاق استاذ ماده الانجليزيه. يعني احنا كل مره نتفاجئ، هاي الاسبوع القادم، هاي جايه الاسبوع القادم، ها رانا عينا لكم، ها رانا كذا، ولينا في دوامه. رفعنا شكوى للرئيس المجلس الولائي والسيد والي الولايه اللي بدورهم بعد بلغونا انهم اتخذوا يعني اتصلوا وداروا اتصالات مع مدير التربيه انه يحل هذه الاشكاليه. بعد ذلك تفاجئنا مده اسبوعين يعني الاشكال ما تحلش، كل مره وكفاه، كل مره يقولوا لنا هاي جاي، او كاين الاشكال، هاي كاينه فلان، او كاين فلان. احنا ابنائنا تحرموا، رانا مده درك رانا في اسبوع تاع الامتحانات. يعني وش ينجر عنه التلاميذ؟ ينجر عنه منح علامه 0. يعني عندنا 2 ثوالث و2 روابع. يعني راه كاينه اشكاليه في رقمنا. احنا مش الاشكاليه عدم الالتحاق الاستاذ الانجليزي، عندنا اشكاليه اخرى هي منح علامه 0. اذا كان نعرفوا حنايا كما كان يقول زميلي رئيس الجمهوريه وفر الاف المناصب ويعني لماده الانجليزيه، يعني رئيس الجمهوريه اعطى تعليمات صارمه، يعني ما يكونش نقص. اذا كان في الارياف حنايا في ارياف من التلاميذ يقراوا في الماده الانجليزيه ومنطقه حضريه كما هنايا في حاسي بعبع ما يقراوش الماده الانجليزيه، راه اشكال اخر. احنا هذا الاجراء ثاني البارح منذ امس يعني اتصلنا بالسلطات، تمثله في رئيس دائره، تمثله في رئيس البلديه، تمثله حتى في الامن. يعني درك رانا متواجدين، ما كانش حل. احنا درك رانا نطالبوا. واش نطالب انا؟ الاشكال تاعنا هذا، الشكوى تاعنا نرفعوها لوزير التربيه شخصيا ورئيس الجمهوريه شخصيا. احنا خلاص تجاوزناه، الوالي ما دارش حل نتجاوزوه، مدير التربيه ما تجاوز حل تجاوزناه. احنا كجمعيه اولياء التلاميذ الناشد رئيس الجمهوريه يفتح تحقيق في الجانب هذيك، كيفاه ما تلحقش الماده الانجليزيه هذه.